خبز المقلاية أو الخبز العربي أو الخبز المنزلي، زي ما بتحبوا تسموها سموها. راح أحكي لكم أفضل وأطيب طريقة ممكن تعملوها وسهلة جدا. راح تعمل معاكم 13 رغيف ب3 أكواب فقط. ما تنسوا تتابعوا الفيديو الآخر لنعرف شو مكونات وصفتنا. أهلا وسهلا فيكم من جديد. أول شيء بنبلش فيه الطحين بنفس الكوب اللي راح تستخدميه، بغض النظر عن حجمه. راح ناخذ منه 3 أكواب طحين، معلقة من السكر ونص معلقة من الملح، وعندنا هون خميرة حية معلقتين تقريبا. بنحرك المكونات بعد هيك بنضيف المي. بنفس كوب الطحين بناخذ منه كوب واحد من المي. ما بتضيفي أي شيء، لا نص كوب حليب ولا نص كوب مي ثاني، بس كوب من المي. إذن 3 أكواب من الطحين، كوب من المي، الملح والسكر والخميرة، وكمان إضافة بتشهي راح تطلع عندكم اللي هو زيت الزيتون. بكمشة إيدك تحطي زيت زيتون أو معلقتين كبار على العجينة ولميها كثير كويس. بعد ما كملناها على العجن بطلت تدبق على إيدينا زي ما أنتم شايفين. هيك بتكون عنا جاهزة للتخمير. ما في أسهل من هيك فعليا، وطيبة جدا ما شاء الله. راح تستغني عن إنك تشتري من برا. بنلم العجينة بهالشكل وبنغلفها لتختمر. بعد هيك بنفك التغليف من الجوانب علشان نخلي شوية يعني يدخل هواء عليها. هيك منيح. بناخذها للتخمير لمدة نص ساعة، ما بدنا نخليها تختمر أكثر. وهيك صار شكلها بعد ما تفاعلت معانا الخميرة تقريبا نص ساعة. ليش خليتها نص ساعة ما خليتها تكمل تخمير؟ لأنه بدي أقطع العجين وبدي أخليه كمان 10 دقايق لربع ساعة. وبنبلش فيها بالتقطيع وباقي الخطوات. ما شاء الله العجينة غير شكل. بعد هيك بعد ما نقطعها لكرات صغيرة بنلملمها وبنكمل باقي العجينة بهالشكل. كورناها وخليناها. وهيك بعد ما رقيناها لسنتي واحد بتكون عنا جاهزة لنوديها على القلاي. بنكمل باقي العجين وخليناهم ليختمروا وخليهم ليرتاحوا، وغطينا عليهم عشان ما تنشف العجينة تقريبا لمدة ربع ساعة زي ما حكيت لكم. بعد هيك بنوديها على القلاية، بس تشوفوا هالفقاعات بتكون جاهزة لتقلبوها على الجهة الثانية. ويا سلام ما شاء الله، فعلا ناجحة 100%. وما رح تتغلبوا بهالعجينة، كثير كثير بتشهي. بنعمل معاكم كمان بنتين. شوفوا جمال العجينة كيف شكلها ما شاء الله. طبعا هاي عشان عملت فيها ثقب ما نفخت، بس معلش.
وبنكمل الباقي بنفس الطريقة. ما في أسهل من هالوصفة إذا بتعملوها عندكم بالبيت، لذيذة جدا. بتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوا تدعمونا بلايك واشتراك ليوصلكم كل جديد. أهلا وسهلا فيكم بقناتنا من جديد، يعطيكم ألف عافية وألف صحة وهنا على قلوبكم.